السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي وخواتاتي العزاز، تنتمنى تكونوا بخير وعلى خير في الوقت اللي تتبان فيه العلاقات المغربية الإسبانية مستقرة والتصريحات الرسمية تتهضر على شراكة استراتيجية وثقة متبادلة. كاين تحت الأعماق ملفات ثقيلة وحساسة وقابلة في أي لحظة تحول هذا الهدوء لأزمة مفتوحة. اللي وقع في محيط سبتة خلال الأيام الأخيرة وهذا النهار ما خصوش يتقرا فقط باعتباره موجة جديدة للهجرة الغير الشرعية، لأن توقيت الأحداث وطريقة اقتحام المدينة والتزامن ديالها مع وجود الملك محمد السادس في شمال المملكة المغربية بمناسبة احتفالات عيد العرش رجع للواجهة السؤال القديم: واش فعلا العلاقات بين الرباط ومدريد مستقرة كما تيبان، ولا أن الهدوء الحالي غير هدنة مؤقتة فوق بركان سياسي مازال ما تحسمش؟ هذه المرة المغرب وإسبانيا اختاروا يتعاملوا مع التطورات بعيد على التصعيد الإعلامي. يعني ما شفنا لا تبادل الاتهامات وما خرج حتى مسؤول كبير باش يحمل الطرف الآخر المسؤولية، ولكن بالعكس تم الاتفاق بسرعة على إعادة المهاجرين اللي دخلوا لسبتة بطرق غير شرعية، وهذا تبين أن قنوات التنسيق الأمني ما زال خدامة، وبأن الطرفين واعيين بخطورة تحويل حدث حدودي لأزمة دبلوماسية. ولكن بالرغم من هذا الهدوء الأسئلة ما زالت تطرح، لأن الذاكرة السياسية ما زال عاقلة على شنو وقع في سنة 2021 من دخل آلاف المهاجرين لسبتة في ظرف وجيز في عز الأزمة بين الرباط ومدريد بسبب استقبال زعيم البوليزاريو بهوية مزورة. في ذاك الوقت فهمت إسبانيا الرسالة مزيان بأن التعاون الحدودي والأمني مع المملكة المغربية ماشي خدمة مجانية، ولكنه جزء من توازن سياسي أكبر. اليوم الوضع مختلف، ولكن الملفات اللي ممكن تشعل التوتر ما زال موجودة، وأول وأخطر هذه الملفات هو المجال الجوي للصحراء المغربية. إسبانيا خرجت من الصحراء منذ أكثر من 50 عام، ولكنها ما زالت تدير جزء من المجال الجوي المرتبط بالأقاليم الجنوبية من خلال مراكز المراقبة الجوية في جزر الكناري المحتلة. وهذه المفارقة وحدها كافية باش نفهموا حجم حساسية الملف. المغرب تعتبر الصحراء جزء من التراب ديالو الوطني، وتبني فيها المطارات والطرق والموانئ والمشاريع الاقتصادية الكبرى، ولكن في الجو ما زال ترتيبات قديمة مرتبطة بالمرحلة الاستعمارية قائمة إلى يومنا هذا. وهذا الشيء بالنسبة للرباط ما يمكنش يبقى إلى ما لا نهاية. في 7 أبريل 2022 ملي استقبل الملك محمد السادس رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز في الرباط، خرج الطرفان بخريطة طريق جديدة كان الهدف منها طي صفحة الأزمة وبناء علاقة مختلفة. النقطة الأولى كانت سياسية بامتياز. إسبانيا اعتبرت مبادرة الحكم الذاتي المغربية الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لحل نزاع الصحراء. هذا التحول كان مهم جدا لأنه نهى عقود من الغموض الإسباني ووضع مدريد في موقع أقرب للموقف المغربي. ولكن الموقف السياسي بوحده ما كانش هو كل شيء. خارطة الطريق ضمنت كذلك تفعيل مجموعة العمل الخاصة بترسيم الحدود البحرية على الواجهة الأطلسية، ومن بعد إطلاق مباحثات حول تدبير المجالات الجوية. وهنا بالضبط كاين المشكل. مرات أكثر من 4 ديال السنوات والملف الجوي مازال معلق. بالنسبة للمغرب الدعم السياسي للحكم الذاتي خاص تكون عنده ترجمة عملية. ما يمكنش تقول بأنك تعتبر المبادرة المغربية الحل أكثر واقعية وفي نفس الوقت تستمر في إدارة مجال جوي مرتبط بالأقاليم تعتبرها المغرب جزء من السيادة ديالو. من وجهة نظر الرباط هذا الشيء ماشي مجرد مسألة تقنية بين إدارة الطيران المدني، ولكن هي مسألة ديال سيادة ورمز من رموز نهاية المرحلة الاستعمارية بشكل كامل. أما إسبانيا فهي تتعامل مع الملف بحذر شديد، لأن أي نقل لإدارة المجال الجوي يمكن يتفهم داخليا وخارجيا باعتباره اعتراف عملي أوسع بالسيادة المغربية على الصحراء. وهنا مدريد تتلقى راسها بين جوج ضغوطات: الالتزامات السياسية تجاه المغرب من جهة والتوازنات الداخلية والأوروبية من جهة أخرى. واللي زاد من حساسية الملف هو اللي وقع في منتصف يوليو 2026 بعد ما صادق البرلمان الأوروبي على بروتوكول لتكثيف اتفاقية الطيران الأورو متوسطية
الإسبانية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، مع استثناء صريح لأجواء الأقاليم الصحراوية المغربية على اعتبار أن تدبيرها مازال بيد إسبانيا. هذا الاستثناء بالنسبة للرباط ماشي تفصيل تقني صغير، ولكن هو تذكير واضح بأن واحد من آثار الاستعمار الإسباني مازال قائم، وبأن الوعود السياسية اللي تقدمت في سنة 2022 ما تحولتش بشكل كامل للواقع. وهنا خاصنا نفهموا واحد الحاجة، المغرب خلال السنوات الأخيرة بنى سياسة خارجية قائمة على مبدأ الوضوح، يعني ما بقاش يقبل المواقف الرمادية في قضية الصحراء المغربية، إما عندك موقف واضح وإما غادي تتحمل نتيجة الغموض. وهذا هو اللي شفناه مع ألمانيا وإسبانيا وفرنسا ودول أخرى. يعني تأخر مدريد في الحسم يمكن مع الوقت يتحول من ملف تقني لأزمة ثقة. أما الملف الثاني اللي تزيد يعقد العلاقات هو مواقف شركاء بيدرو سانشيز داخل الحكومة الإسبانية. الحكومة الإسبانية ماشي كتلة وحيدة، الحزب الاشتراكي عنده موقف رسمي داعم لمبادرة الحكم الذاتي، ولكن داخل الائتلاف الحكومي كاين تحالف سومار اللي تتقود يولاندا دياز واللي عندها مواقف معاكسة تقريبا للمصالح المغربية. هذا التيار تدعم الطرح الانفصالي وتهاجم التقارب مع الرباط وتعيد باستمرار ملف برنامج بيغاسوس للواجهة. وقبل أسابيع طالبت المجموعة البرلمانية لسومار بسحب الأوسمة اللي منحتها إسبانيا لعبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني والمراقبة التراب الوطني، وربطت هذا الشيء بمزاعم استخدام المغرب لبرنامج بيغاسوس للتجسس على مسؤولين إسبان. وهنا كاينه المفارقة الكبيرة، من جهة الأجهزة الإسبانية نفسها سبق وأن استبعدت وجود أدلة تتأكد مسؤولية المغرب على اختراق هواتف مسؤولين حكوميين، ومن جهة أخرى أقصى اليسار الإسباني مازال تيستمر في تقديم المغرب كتهديد أمني، على الرغم أن التعاون الأمني مع الرباط هو واحد من أهم أعمدة حماية إسبانيا من الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية. بل أكثر من ذلك، إسبانيا كرمت عبد اللطيف الحموشي 2 المرات اعترافا بالدور ديالو في التعاون الأمني بين البلدين. في سنة 2014 حصل على وسام الصليب الشرفي للاستحقاق الأمني بتمييز أحمر، وفي نوفمبر 2025 حصل على وسام الصليب الأكبر للاستحقاق التابع للحرس المدني، وهو واحد من أعلى الأوسمة اللي تتمنحها المؤسسات لشخصيات أجنبية. يعني الدولة الإسبانية تتقول من خلال المؤسسات الأمنية بأن التعاون مع المغرب استراتيجي وفعال، بينما الشريك ديالها في الحكومة الإسبانية تيطلب سحب الأوسمة ويتعامل مع نفس المسؤول اللي هو عبد اللطيف الحموشي باعتباره موضع شبهة. وهذا التناقض ماشي بسيط، لأن الرباط ما تتراقبش فقط تصريحات سانشيز ولا الباريز، ولكن تتراقب كذلك واش الحكومة الإسبانية قادرة تضبط خطاب الشركاء ديالها وتحافظ على التزاماتها. المغرب تعرف بأن إسبانيا دولة ديمقراطية وبأن الأحزاب عندها الحق تعبر على المواقف ديالها، ولكن حتى يكون الحزب جزء من الحكومة، الحدود بين الرأي الحزبي والموقف الرسمي تتولي ضبابية. وهنا تيبان الضعف ديال بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الإسبانية. هذا الراجل بنى تحالف حكومي معقد وتيحتاج لدعم ديال قوى يسارية وقومية عندها مواقف عدائية تجاه المغرب، وبالتالي حتى لو كان هو شخصيا ملتزم بخريطة الطريق، الشركاء ديالو يقدروا في أي لحظة يخلقوا أزمة جديدة بين المغرب وإسبانيا. أما الملف الثالث هو الحزب الشعبي الإسباني. الحزب الشعبي ماشي شريك في الحكومة، ولكن القوة الرئيسية ديالو في المعارضة، تقدم نفسه بوضوح على أنه البديل المقبل للحزب الاشتراكي في انتخابات 2027. الزعيم ديال هذا الحزب الشعبي ألبرتو فيخو سبق وأعلن بأنه يقدر يتراجع على موقف سانشيز الداعم لمبادرة الحكم الذاتي بدعوى إعادة التوازن في علاقة إسبانيا مع المغرب والجزائر. وهنا الرباط عندها سبب حقيقي للقلق، لأن العلاقات بين الدول خاصها تكون مستقرة ومبنية على الالتزامات وماشي راهنة لتغيير
الحزب الحاكم. يعني الا طلع الحزب الشعبي السلطه وتراجع على الموقف ديال 2022 فهذا غادي يعني ان اسبانيا ما عندهاش سياسه الدوله تجاه المغرب، ولكن عندها مواقف حزبيه تتبدل مع الحكومات. وهذا بالنسبه للرباط هذا السيناريو مرفوض. قضيه الصحراء ماشي ملف ثانوي يمكن تغيره حسب الحسابات الانتخابيه في مدريد، ولكن هي القضيه الوطنيه الاولى في المغرب. واي حكومه اسبانيه مقبله غادي تلقى نفسها امام واقع جديد. المغرب اليوم ماشي هو المغرب ديال التسعينات او بدايه الالفيه. المملكه المغربيه ولات شريك اقتصادي وامني ما يمكنش التجاوز ديالو، واسبانيا عندها مصالح ضخمه مع المغرب في التجاره والطاقه والهجره والامن والموانئ والاستثمار. واي محاوله للرجوع لسياسه التوازن القديم بين الرباط والجزائر يمكن تكلف مدريد بزاف. المشكل ان الحزب الشعبي تيستعمل ورقه المغرب في الداخل الاسباني بشكل انتخابي، مره تيهاجم موقف الحكم الذاتي، ومره تيهضر على سبته ومليليه، ومره تيتهم الرباط بالضغط عبر الهجره، ومره تيحاول يبين سانشيز بحال الا قدم تنازلات للمغرب بلا مقابل. ولكن ملي تنشوفوا تدبير الحزب الشعبي لسبته ومليليه المحتله تلقاو تناقضات واضحه. رئيس حكومه سبته خوان خيسيوس فيفاس تيعتمد خطاب اكثر توازن وتيشيد بالتعاون الامني مع المغرب لانه تيعرف الواقع الجغرافي والاقتصادي للمدينه المحتله. سبته المحتله ما تقدرش تعيش في مواجهه دائمه مع المحيط ديالها المغربي، يعني اي توتر على الحدود تينعكس عليها مباشره، واي تراجع في التعاون الامني تيدير عليها ضغط كبير، واي اغلاق او تشديد في الحركه تيضرب الاقتصاد المحلي ديال مدينه سبته المحتله. اما في مدينه مليليه المحتله فرئيس الحكومه المحليه خوان خوسي امبرودا تيعتمد خطاب اكثر صداميه، وتيوصف الاجراءات الجمركيه المغربيه بانها حصار اقتصادي، وتربطها برغبه المغرب في استعاده المدينتين المحتلتين. هذا الخطاب يمكن يجيب اصوات انتخابيه ولكنه ما تيحل حتى مشكله، لان الحقيقه هي ان المغرب غير منذ سنوات النموذج الاقتصادي في شمال المملكه المغربيه. يعني التهريب المعيشي انتهى، والرباط ما بقاتش باغا اقتصاد المناطق الحدوديه يبقى مبني على ادخال السلع من سبته ومليليه المحتله بطريقه غير منظمه. المغرب تيبني الموانئ والمناطق الصناعيه والتجاريه وتيحاول يدمج شمال المملكه المغربيه في اقتصاد وطني منظم، وهذا التحول ضرب نموذج اقتصادي كانت المدينتين المحتلتين تتستافد منه العقود. ومن هنا تيجي التوتر. اسبانيا تعتبر بان تشديد المغرب للاجراءات ضغط سياسي واقتصادي، اما المغرب فتعتبره جزء من استرجاع السياده الاقتصاديه على الحدود ديالو. وفي وسط هذه الملفات كلها تتبقى سبته المحتله هي الحلقه الاكثر هشاشه. المدينه محاطه بمنطقه مغربيه ذات كثافه سكانيه مرتفعه وفيها ضغوط اجتماعيه واقتصاديه كبيره، خصوصا بعد اغلاق باب التهريب المعيشي. واي خلل في المراقبه الحدوديه سواء كان مقصود او نتيجه ضغط ميداني مفاجئ تخلي سبته تواجه موجه كبيره في دقائق او ساعات. وهذا بالضبط هو السبب اللي تخلي ملف الهجره سلاح حساس جدا في العلاقات بين اسبانيا والمغرب. اسبانيا تحتاج للمغرب لضبط الحدود، والمغرب تحتاج لاسبانيا كشريك اقتصادي وسياسي. ولكن حتى تختل الثقه ملف الهجره تتحول بسرعه المؤشر على الازمه. وخصنا نكونوا منصفين ودقيقين في واحد النقطه، ما كاين حتى دليل معلن تثبت ان المغرب تعمد تسهيل الاقتحام الاخر لسبته. التقارير اللي تتحدثوا على قراءات وتساؤلات حول القرصة أذن ما عندهم حتى دليل حاسم. وهنا الفرق مهم. يمكن تكون الأحداث نتيجة لتنظيم عبر الشبكات ديال التواصل الاجتماعي أو ضغط اجتماعي أو ثغرة أمنية أو تحرك مفاجئ تجاوز قدرة المراقبة أو مؤامرات تضحك ضد المملكة المغربية من طرف جهات معينة واللي هي الجزائر ممكن. ولكن الأكيد هو أن الأحداث كشفت الهشاشة ديال الوضع، وذكرت مدريد بأن التعاون المغربي عنصر أساسي وحاسم في أمن سبته ومليلية المحتلة وجنوب إسبانيا. إذا واش العلاقات على حافة الانفجار؟ الأدق هو أنها ماشي على حافة حرب دبلوماسية مباشرة، ولكنها فوق أرض مليئة بالألغام. كاين تعاون قوي، وكاين تبادل تجاري قياسي، وكاين تنسيق أمني عميق،
وكاين موقف إسباني متقدم من الحكم الذاتي، ولكن في المقابل كاين المجال الجوي للصحراء المغربية والحدود البحرية ومدينة سبتة ومليلية المحتلة وجزر الكناري المحتلة والهجرة ومواقف ديال سومار وتهديدات الحزب الشعبي بالتراجع على الموقف ديال سانشيز. كل ملف من هذه الملفات قادر وحده يخلق ازمه، والا اجتمعت جوج او ثلاثه في نفس الوقت يمكننا نشوفوا انفجار سياسي حقيقي. الخطر الاكبر بالنسبه لاسبانيا هو انها تتعامل احيانا مع المغرب بمنطق مزدوج، مرة تطلب منه التعاون الكامل في الأمن والهجرة والتجارة، ولكن تتردد في الملفات السيادية اللي تعتبرها المغرب أساسية. مدريد خاصها تفهم بأن الرباط ما بقاتش تقبل علاقة فيها المغرب تأدي الواجبات بينما إسبانيا تتأجل الالتزامات ديالها. بالنسبة للمغرب الحكمة تقتضي أنه ما يحولش كل خلاف الأزمة، لأن المصالح مع إسبانيا كبيرة والاستقرار في العلاقات تخدم الطرفين، ولكن الصبر المغربي ماشي بلا حدود. الى استمر ملف المجال الجوي مغلق، ولا جا الحزب الشعبي بخطاب التراجع على الحكم الذاتي، ولا وصل شركاء سانشيز ضرب التعاون الامني، الرباط يمكن تعيد الحسابات ديالها. والرساله الاساسيه اللي يمكن نخرجوا بها هنا هي ان العلاقات المغربيه الاسبانيه دخلت مرحله جديده، مرحله الشراكه المشروطه بالوضوح. يعني المغرب باغي تعاون ولكن باغي مبني على الاحترام المتبادل، وباغي تنسيق امني ولكن ماشي مقابل تجاهل السياده ديالو، وباغي شراكه اقتصاديه ولكن ماشي مع بقاء اثر المرحله الاستعماريه معلقه الى يومنا هذا، وباغي علاقه مستقره ولكن ماشي راهنه لتقلبات الاحزاب الاسبانيه. اما اسبانيا فعليها ان تختار اما تحويل خريطه الطريق 2022 لسياسه دوله دائمه، او البقاء في منطقه رماديه يمكن في اي لحظه ترجع العلاقات لنقطه الصفر. المجال الجوي للصحراء ماشي مجرد مسارات طائرات، ولكنه هو اختبار لمدى استعداد مدريد لترجمة المواقف ديالها السياسية الواقع. وتصريحات سومار ماشي مجرد ضجيج يساري، ولكن هي اختبار لقدرة سانشيز على حماية الشراكة من داخل الحكومة ديالو، وبأن تهديدات الحزب الشعبي ماشي فقط خطاب انتخابي، ولكنه هو انذار بأن كل ما تبنى منذ 2022 ممكن يصبح موضع مراجعة بعد انتخابات 2027. والخلاصة العلاقة بين المغرب وإسبانيا اليوم قوية ولكنها ماشي محصنة، هي شراكة عندها مصالح كبيرة ولكن تحت خلافات سيادية مازال ما تحلات، وعندها تنسيق أمني متقدم ولكن فوقه صراع حزبي إسباني خطير، وعندها خطاب رسمي متفائل ولكن الواقع تيقول بأن أي خطأ في الحسابات يقدر يرجع الأزمة بسرعة. يعني مدريد خاصة تعرف بأن المغرب تغير، وبأنها قدام جوج ديال الحقائق غادي تحدد مستقبل العلاقات مع المغرب، إما شراكة استراتيجية ناضجة ومبنية على الوضوح، أو سلسلة من الأزمات المؤجلة كل واحدة منها تتسنى الشرارة المناسبة. وغادي نتابعوا آخر التطورات لحظة بلحظة، والله يحفظ المملكة المغربية وينصرها على من عداها. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.